اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ومرحبا بكم كامل في قناة نسيم الروح للطبخ والحلويات، وإن شاء الله يلاقيكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. وما زلنا مع وصفاتنا الرمضانية الاقتصادية. اليوم بإذن الله راح نديروا مع بعض قراطة كريات الدجاج والبطاطا بربوع تاع الدجاج، برك نخرجوا طبق بزاف بنين. الوصفه هذه سهله وسريعه وبنينه. اللي حابه تعرف طريقه التحضير نقولها تبعي معايا الفيديو للاخير وفرجه ممتعه للجميع. ونبداو على بركه الله بطريقه التحضير. راح ندير ربوع صدر دجاج مرحي. لهنا الكميه هذه تخرج لنا طبق لاباس به. نزيدو مغرف صغيره من طماطم مصبره، سنه ثوم مرحيين. الملح ما نكثروش بزاف لانه من بعد راح نديرو صلصه الفرماج تكون مالحه. نزيدو توابل الدجاج اذا عندكم، والفلفل الاحمر حار، وزوج مغارف شابلور. هذا هما التوابل اللي درت انا في الصدر تاع الدجاج. وانتم تقدروا تزيدوا ديروا البصل يكون مقطع ولا مربي، ولازم نحيو له الماء تاعو ما نديروهش في الصدر تاعنا. ونزيدوا له المطارد اذا كان عندكم اكيد. نخلطوا كامل المكونات مع بعضهم حتى يمتزجوا وكامل التوابل يدخلوا في الدجاج. ولهنا لازم نخلطوا بيدينا باش نتاكدوا بلي المكونات دخلت كامل في بعضها. ولهنا بعد ما نخلطوا الدجاج مع التوابل مليح نقدروا نغطيوهم ونخليوهم حتى عند الاستعمال باش نكملوا باقي المراحل. انا لهنا بعد ما خلطت مليح شكلتهم كوريات بالشكل هذا. حبيتوا تكبروا الكوريات ولا تصغروهم هذا الشيء اكيد راح يرجع لكم. نكمل نكورهم كامل ونرجع لكم من بعد. وهنا كما راكم تشوفوا بعد ما كورت صدر تاع الدجاج رايحه نقليه في شويه زيت ولا نحمرهم في شويه زيت. بعد ما حمرتهم جبت البطاطا اللي كنت غليتها من قبل ودرت لها شويه ثوم وشويه ملح، واذا عندكم تقدروا تزيدوا ديروا لها شويه زعتره. نشكلها كوريات بالطريقه هذه. لهنا اكيد رايحين نبدلوا شويه من شكل القراطان تاعنا. بعد ما دهنت المول تاعي بالزبده حطيت فيهم الكوريات نتاع البطاطا ونغرس الكوريات نتاع الزدر بالطريقه هذه. وتقدروا ديروهم في وسط الكوريات نتاع البطاطا وتغلفوهم كامل. انا فضلت نبدل شويه ونديرهم بالطريقه هذه. نحط كامل الكوريات نتاع الدجاج في الكوريات نتاع البطاطا. وكما راكم تشوفوا هذا هو الشكل تاع الكراطه نتاعنا. وفي الاخر رايحين نديروا مع بعض صوص الفرماج. جبت كاس تاع حليب، رشه صغيره من الملح ما نكثروش بزاف لانه راح نديروا الفرماج والفرماج يكون مالح. مغرف بومبي من النشا. نخلط المكونات مع بعضها مليح حتى يذوب النشا ونروح نحطهم فوق النار، واكيد على نار هاديه مع التحريك المستمر حتى يثقل الخليط نتاعنا. هذا هو القوام تاع الخليط اللي تحصلت عليه كما راكم تشوفوا فيه. لهنا راح نزيد الفرماج اللي عندي. نتوما اكيد اي نوع تاع فرماج يكون عندكم وتفضلوه تقدروا ديروه في الكريمه هذه. نخلط الصوص نتاعنا مليح حتى يذوب كامل الفرماج. لهنا كما قلت لكم الصوص الفرماج نخليوها هي اخر مرحله باش ما تبسناش. وفي الاخير نسكبها فوق الكراتان تاعنا. نحاول نغطي كامل الكوريات بالصوص. وتقدروا البنات في بلاصه صلصه الجبن ديروا صوص بشاميل، لكن تخليوها شويه خفيفه. بصح انايا نفضلها بالطريقه هذه بصلصه الجبن تجي ابن. وكل وحده حسب الذوق نتاعها وحسب الرغبه نتاعها. لهنا بعد ما غطيت كامل الوجه نتاع الكوريات نتاعي رايحه نرابي عليهم من فوق الفرماج. وانتم اذا ما عندكمش فرماج رابي تقدروا تعوضوه بالفرماج قطع تقطعوهم مرصوات صغار وتحطوهم من الفوق. واذا ما كانش عندكم تقدروا تخليوه كيما هكا يكفي.
وبعد ما نرابي الفرماج راح ندخلها من الفرن حوالي ربع ساعه والكراتان تاعنا تكون واجده. وهنا كما راكم تشوفوا فيها الشكل نتاعها قبل ما ندخلوها للفرن نطيبوها ونرجع لكم. الكراتان تاعنا راهي واجده. لهنا بعد ما طابت رشيت عليها من الفوق شويه من المعدنوس مقطع رقيق. لهنا رايحه نقطع معاكم الكراطه ونشوفوها كيفاه جاتنا من داخل. لهنا اكيد راهي سخونه، لكن من الاحسن نخليوها تبرد شويه باش الكراطه تكون حاكمه روحها. هذا هو الشكل نتاعها النهائي. الكراطه بزاف بنينه، انا نقولكم جربوها ومتاكده رايحه تنال اعجابكم. كما قلت لكم في بدايه الفيديو، وصفه اقتصاديه، غير ربع تاع دجاج، صدر تاع الدجاج برك تخرج لنا الكميه هذه. وهنا في الاخير وصلت لنهايه الفيديو. ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه. صحه فطوركم في امان الله والسلام عليكم.